القصة دي مش فيلم ولا مشهد في مسلسل، دي قصة حقيقية كتبها القدر. هناك أستاذ يترك فيك أثراً لا ينسى. الدكتور محمد سعيد محفوظ لم يعلمني فقط كيف أقرأ الخبر، بل علمني كيف أقرأ الحياة من بين السطور، وأنا أتشرف أنه كان أستاذي ومعلمي. الدكتور محمد قال: مها كانت أول حب في حياتي من 30 سنة، كانت بنت الجيران. القدر فرقنا لكن جمعنا صدفة في الشارع، بس وقتها هو كان متردد وقال: يبدو إن القدر لاحظ التردد ده. وبعدها حصلت لي حادثة مروعة، واللي كانت بتعالجه وقتها كانت دكتورة مها. دكتور محمد قال: وقتها اكتشفت إن مشاعرها ما زالت رقيقة وأصيلة ووفية، وفيها كل الصفات اللي يتمناها أي إنسان. دكتور محمد قال: كأن القدر صفعني بهذا الحادث وقال لي اتجوزها بقى. وفعلا في فترة النقاهة زارهم في البيت وقرأوا الفاتحة، وقال: علشان كده خفيت. جملة بسيطة ولكن عميقة في معناها. دكتور محمد قال: يبدو إن جرح جبهتي قد التأم، لكن اللي التأم فعلا كان جرح قلبي. النهاردة أنا أسعد إنسان في الوجود، لأني حققت حلم حياتي من 30 سنة. وهنا الرسالة العظيمة كانت واضحة، إن السعادة ملهاش توقيت، وإن الروح بتفضل تدور على اللي يشبهها ومش بترتاح غير لما بتلاقيه، وإن كل واحد فينا يستحق يعيش الحكاية اللي تشبهه، حتى لو اتأخرت، حتى لو أخدت سنين. المهم إن القدر لما يمدلك إيده من تاني ما تترددش، امسك في حلمك بقوة، ما تفقدش الأمل. الحب الحقيقي عمره ما بيتأخر، وبيجي لما نكون جاهزين نستقبله وجاهزين نفهم الرسائل صح. دكتور محمد قال: أنا رجعت شاب من جديد، فهم الرسالة صح وعلمنا درس لينا كلنا.